مشاهدي تلفزيون الخبر المصري، أهلا بحضراتكم ومعكم رأفت الديب حمزة. نحن الآن متواجدين في مركز المنشاة على الكورنيش النيل مباشرة. نرصد لكم أعمال التطوير للممشى السياحي اللي تم تنفيذه كمرحلة أولى بمساحة 1300 متر. دي مرحلة أولى، وفي بإذن الله هيبدأ العمل في المرحلة الثانية، وهي من بعد المسجد اللي انتوا شايفينه حضراتكم ده بطول 1800 متر. دي مرحلة تانية، لكن المرحلة الأولى اللي هي 1200 1300 متر ده اللي تم تنفيذه زي ما انتوا شايفين حضراتكم. حاجات جميلة جدا، خضرة وانترلوك وشجر وممشى بسم الله ما شاء الله، متنفس سياحي لأهل مركز المنشاة. شايفين الجمال، حاجة روعة. تم التشطيب، عمل كراسي مباشرة على النيل، خضرة، مساحات واسعة، حارات للسيارات زي ما انتم شايفين. ودي بإذن الله انتم شايفينها دي حديقة بإذن الله يتم تنفيذها. يعني المكان ده هيبقى سياحي بجد، يعني حاجة تفتح النفس. شايفين منظر النيل وجمال النيل. اهي الكراسي هي كلها على مستوى واحد، مولي على البحر مباشرة على نهر النيل. ادي نهر النيل وجمال نهر النيل. اللانشات هي اللي بتنقل المواطنين من المنشاة للكولا. قوارب الصيد اهي زي ما انتم شايفين، ناس بتتعايش وقوارب صيد. شوفوا قوارب الصيد، والقوارب هي كلها زي ما انتم شايفينها. واللي هناك اللي انتم شايفينه ده هو مكان الاتوبيس النهري اللي هينقل الطلبة والمواطنين من الجزيرة المستجدة للمنشاة، اللي هو تم تشغيله. هتلاقوه هناك حضراتكم بعد العبارات اللي هناك دي. الاتوبيس هتلاقوه هناك. ده اللي تم تشغيله أول امبارح باستجابة من السيد المحافظ. شوفوا جمال الطبيعة، شوفوا المية. حاجة في منتهى الجمال. ده بالليل شوفوا المنظر هنا بسم الله ما شاء الله، الناس والعائلات والأطفال وملاهي، وكله بيبقى مكان سياحي زي ما انتم شايفين حضراتكم. مساحة واسعة والخضرة، وبصراحة قاعدة جميلة جميلة جدا. كده نقلنا لكم المشهد على الطبيعة. نشكركم على حسن المشاهدة. كان معكم رأفت الديب حمزة.